كل فترة والتانية لازم ارجع للانيميشن. مسلسل باتمان كيبد كروسيدر، انا بصراحة مش اكتر حد عنده خلق يقرا كوميكس، بقرا كوميكس للضرورة فقط، مش مهووس بيها. وعشان كده لما دي سي تحول الكوميكس بتاعتها لافلام او مسلسلات زي ما بنشوف تحديدا في باتمان، بلاقي ان دي فرصة كويسة اتعرف على القصص اللي نزلت في الكوميكس من غير ما اضطر اجيب كوميكس واقعد اقراها. تجربتي مع قراءة الكوميكس مش لطيفة الحقيقة، نص الكلام ما بفهموش مع اني كويس في الانجليزي، بس الكوميكس مليانة سلانجز او لغة دارجة تحس انها عاوزة نيتيف سبيكر عشان يقروها. اللي خلاني اتابع المسلسل ده لما عرفت ان مات ريفز شغال منتج تنفيذي فيه. مات ريفز اللي عمل فيلم ذا باتمان، دي حاجه خلتني عاوز اعرف ايه مدى ارتباط مات ريفز بكوميكس باتمان. عموما ده تقدر تلاحظه بسهوله في فيلم ذا باتمان، انه اقرب فيلم للكوميكس عن باقي الافلام اللي نزلت، سواء تيم بيرتون او كريستوفر نولان او زاك سنايدر. مات ريفز هو اكتر واحد عنده اخلاص لكوميكس دي سي، وده بصراحه اللي مخليني افضل فيلم ذا باتمان عن اي فيلم تاني في رايي. هو وذا دارك نايت في نفس المرتبه بالنسبه لي. مسلسل باتمان كيبد كروسيدر مكون من 10 حلقات، كل حلقه نص ساعه او اقل كمان. كل حلقه بتحكي قصه مختلفه، ولكن بشكل عام الاحداث مترابطه برضو. الحلقه الاولى باتمان ضد ذا بينجوين او البطريق، ولكن المره دي مش ذكر، هو انثى الحقيقه، يعني ممكن نقول البطريقه. هو غالبا اليونيفرس اللي بيتحكي فيه احداث المسلسل ده يونيفرس مختلف شويه عن اليونيفرس اللي احنا ممكن نكون متعودين عليه، عشان كده في اختلاف في الشخصيات او طبيعتهم او بروفايلاتهم. ما اظنش ان هو ملتزم بير 1 وير 2 الكلام ده. هو في شخصيات من يير 1 وفي شخصيات من يير 2 عادي جدا، كله سايح على بعضه، مش قوي في تسلسل زمني منطقي برضو. يعني اكيد مش هيجيب جوكر مع تو فيس مثلا، ولكن هو مستدعي عدد مش قليل من الشخصيات والفيلنز اللي من كوميكس مختلفه وحاططهم في ال10 حلقات دول. القصه الاصليه قصه هارفي دينت او تو فيس، الانتخابات بقى والفساد والرشاوي والقصه دي، ولكن ده ما يمنعش كل حلقه يكون ليها قصه كده مختلفه عشان المسلسل يبقى غني اكتر بالقصص. دي حاجه على فكره ما ضايقتنيش يعني. الحلقه الثانيه بنشوف كلاي فيس او كارل بازل، شخصيه مشهوره في الكوميكس برضو، فيلن من اللي باتمان حاربهم. الحلقه الثالثه كات وومن، الانسه سيلينا كاين اللي بتحب تسرق المجوهرات، ولما باتمان بيقف قصادها بتقعد تعمل له رقص شرقي عشان يقع في حبها وتلهيه وتعرف تهرب، وهو في الاخر يقول ايه ده انا اتغفلت. الحلقه الرابعه هي بكل بساطه افضل حلقه في المسلسل كله بالنسبه لي، حلقه ما عنديش مشكله اتفرج عليها اكتر من مره. باتمان في مواجهه الشرطه. يعني هي قصه الحلقه الرابعه بس هي ان الشرطه بدات تلاحظ الشخص الغريب ده اللي بيطير في وسط المباني ولابس قناع خفاش، ولسبب ما عايزين يقبضوا عليه، فبيحاولوا يستدرجوه ويلعبوا لعبه كده ويمثلوا تمثيليه، ولكن كل محاولاتهم بتبوء بالفشل. بجد من اجمد واروش الحلقات اللي شفتها لكوميكس باتمان او افلام او مسلسلات باتمان الانيميتد. عاجبني ان الموضوع كله معتمد على ذكاء في الكتابه مش اكتر، ولا في اكشن جامد ولا مشاهد مطاردات ولا اي حاجه، هو بس بيور سمارت رايتنج. الحلقه الخامسه هارلي كوين، هاويفر في علاقه رومانسيه بتنشا بين هارلي كوين والمحققه مونتويا، فلو انت ما بتحبش تشوف حاجه فيها مثليه او اي اجنده من اي نوع ممكن تعمل سكيب الحلقه دي وخلاص وتخش في اللي بعدها. وهي دي عموما ميزه ان المسلسل ده حلقاته منفصله عن بعض. الحلقه السادسه جيمس كرودك، الشبح اللي من القرن ال18 اللي بيسرق من الفقراء، ما بيسرقش من الاغنياء. قصه عن الفساد او الطبقيه الاجتماعيه، وعموما المسلسل كل حلقاته بيركز فيها اكتر على الفساد والرشاوي والاجرام والحاجات دي، سواء في اداره مدينه جوثام، فساد في السلطه او فساد في الشرطه، ضباط مرتشين او ضباط فاسدين، او ببساطه ضباط بيدوروا فقط على مصلحتهم الشخصيه او ترقيات او عايزين يعملوا لقطه، زي ما بنشوف مع شخصيتين من احلى الشخصيات في المسلسل الحقيقه، وهم فلاس وبولوك. ودول عموما بروفايل شخصياتهم بيكتمل كليا في الحلقه الرابعه، وعشان كده دي هي اكتر حلقه مفضله بالنسبه لي. الحلقه السابعه برضو نفس فكره الفساد، ولكن في محاوله لاغتيال المفوض جوردن. طبعا ده قبل خالص ما يحصل تعاون بين باتمان وجوردن ويقعد ينور له علامه باتمان في السماء والقصه دي، لا ده لسه خالص. احنا تقريبا بنحكي انه لسه ما حدش يعرف باتمان اساسا، وعشان كده المسلسل اسمه كيبد كروسيدر او المقاتل المقنع، اللي هو الناس لسه ما سمتوش باتمان، هم شايفين شخص مقنع بيتخانق مع الناس. الحلقه الثامنه بنت صغيره كده بتاخد قوتها من الاطفال، مش اكتر قصه مثيره للاهتمام الحقيقه، ولكنها كانت بتمهد للصراع الاخير في الحلقه التاسعه والعاشره، واللي هو خاص بهارفي دينت. بنشوف بقى التحول اللي بيحصل له، انه هو بيتعرض لاصابه في وشه، بيتحول لتو فيس وبيبقى عنده انفصام والكلام ده. ودي عموما الحبكه اللي بنشوفها في كل الحلقات. هارفي دينت موجود من الحلقه الاولى لحد الحلقه الاخيره، بيرشح نفسه لانتخابات عمده مدينه جوثام. طبعا اهم حاجه في الامور اللي زي دي هي الايمج او الصوره اللي هيطلع بيها قصاد المنافس بتاعه عشان يكسب او يخسر. المنافس هنا هو روبرت ثور
ثورن، شخصية ممكن تكون محدش كتير يعرفها ولكن برضه شخصية مشهورة في الكوميكس، المنافس لهارفي دينت في انتخابات عمدة جوثام، ولكن ده الشرير، ده الفاسد، ده اللي في الظاهر رجل اعمال مشهور وشريف وبتاع، ولكن تحت الترابيزه هو بيدير عصابات ومافيا وتجاره غير شرعيه وفساد ورشاوي وحاجات من دي، حاجه كده زي كارماين فالكوني. فطبعا الثيمه المسيطره على المسلسل بالكامل ان باتمان لسه مش في كامل قوته، لسه معاملته مع الفريد معامله قذره لانه خدام عنده، لسه التكنولوجيا ما اتطورتش طبعا لان المسلسل ملتزم بالكوميكس، يعني مفيش موبايلات بقى ولا بروجيكتور ولا بيتواصل مع الفريد من خلال الذكاء الاصطناعي والكلام ده. احنا بنحكي الاحداث في عصر الثلاثينات او الاربعينات اللي هي الفتره اللي نزلت فيها الكوميكس بتاع دي سي عموما، وانت بتتفرج على تشم ريحه الكساد العظيم بتاع 1929، وبالتالي السلطه فاسده ومن ثم المواطنين بيتحولوا للاجرام بسبب الفقر والمرض، وده بيخلي باتمان يصعب عليا بصراحه، لابس الخفاش ونازل يقتل في المجرمين عشان يحقق العداله وبتاع. فبيردوا عليه بيقولوا له طب ما بدل ما تتشطر علينا روح حارب الفساد الاول والحكومه اللي نهبه مننا الضرايب وثروات البلد، وبيلاقي ان كلامهم مقنع وبيستوعب الامر وبيروح بقى بيبقى مش عارف يعمل ايه. طبعا ده كله مش موجود في المسلسل ولكن بحاول اشرح الثيمه المسيطره على المسلسل عموما. لو انت من عشاق باتمان وتحديدا القصص القديمه اللي هي العصر الذهبي بتاع باتمان، المسلسل ده طبعا لازم يبقى من ضمن اولوياتك. مسلسل حلو جدا مكتوب بذكاء واهتمام، طبعا انا عارف ان الفضل كله بيرجع للكوميكس لانه غالبا هو بيجسد اللي مكتوب في الكوميكس بالظبط، بس برضه تحويل الكوميكس لمحتوى مرئي بيحتاج كتاب ومؤلفين ومخرجين واداءات صوتيه وانيميشن محترم، وفي رايي كعاده دي سي كل ده كان في احسن حالاته. مسلسل باتمان كيبد كروسيدر تقييمي ليه 8.5 من 10، هيديك فلاش باكات ونوستالجيا لو انت من الناس اللي كانت بتتابع مسلسل باتمان دي انيميتد سيريس على سبيس تون. وبس كده، دي كل حاجه كنت عاوز اشاركها معاكم عن المسلسل ده. ما كنتش ناوي اتكلم عنه بصراحه، بس لما خلصته حسيت اني عاوز اتكلم عنه وارشحه باستثناء الحلقه الخامسه طبعا. وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، اشوفكم في اللي بعده.